لقاؤنا اليوم في الداخلة في المرة الثانية للكرونس مونتانا، هذا يعني يبين أولا بأن المغرب الحمد لله مهما كانت هجومات اللي عرفناها هذه الأيام من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، فهو في صحرائه اليوم ينظم لقاء دولي بحضور أكثر من 130 جنسية. البرلمانيين كذلك هم لديهم دور في هذا التنظيم، لان اليوم حاضر اكثر من 80 برلماني من اكثر من 50 دوله. كاين هناك نواب من جنوب افريقيا، كاين حضور من نيجيريا، حضور لبرمانيا من اسيا، لاوروبا، للاتحاد الاوروبي، برلمانيين اوروبيين. يعني الواضح اليوم بين بان يعني مهما كانت يعني اللوبيات اللي تخدم ضد المغرب، المغرب يتعامل يعني كيكمل طريقه، كيخدم، كيحاول يدير يوصل واحد الرساله السلام، لان مهما الهجومات يعني كانت عنيفه جدا بالنسبه لنا هذا وغير مفهومه من طرف واحد السيد اللي كان خصو يكون هو يقرب الشعوب. حنا كنوصلوا واحد الرساله السلام، الهدف منها الاول بالطبع هي تقريب الشعوب. كيف ما كنشوفوا اللقاء اليوم، هذه الجنسيات كلهم اللي كيجتمعوا اليوم راه ما كاينش فرص كثيره اللي يقدروا يجتمعوا فيها. والهدف الثاني هي نبينوا بان ها هي الصحراء، ياك انتم كلكم كتكلموا على هذه الصحراء بلا ما تعرفوها، ها انتم جيو شوفوا دوروا مع راساتكم، ناقشوا مع الناس، ناقشوا مع الناس اللي ساكنين فيها، الناس اللي ما ساكنينش فيها، وعطيو ديك الساعه ارائكم باش من هنا تبنى الاراء الحقيقيه على ما يجرى في المنطقه.